بسم الله ما شاء الله، هو فالح فعلا لأنه كتب فكرة في يعني دقايق معدودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد طول انتظار أنا معكم في أول حلقات برنامج صاحبك الفالح، اللي هنتكلم فيه عن موضوع هو الحقيقة مش موجود ولأول مرة يتعمل في أي كورسات لكتابة السيناريو على يوتيوب، وهو طريقة أو تدريب عملي على استخدام ال AI أو الذكاء الاصطناعي لمساعدة كاتب السيناريو في إنجاز أعماله. أهلا بيكم في الحلقة الأولى من صاحبك الفالح. شوفوا اللينك اللي أنا هسيبه لكم في وصف الفيديو، ده لينك شات جي بي تي من غير أي اشتراكات ولا أي دفع أو أي حاجة. هتضغط على اللينك هيفتح لك الصفحة اللي انتوا شايفينها ديت. طبعا لأن انت أول مرة تدخل فهتعمل تدوس على ساين أب مش لوج إن. لوج إن لما تسجل إيميل. هنا بيطلع لك الشاشة ديت عشان تعمل تسجيل على الموقع. فأنا هسجل قدامكم بالإيميل بتاعي، فهختار إن أنا أسجل باستخدام جوجل. فجاب لي كل الإيميلات اللي أنا عاملها على جوجل، فهختار هنا الإيميل بتاعي وليكن مثلا ده. خلاص أنا سجلت وفتح لي شاشة للشات مع شات جي بي تي. زي بالظبط يا جماعة لما تكون بتكلم واحد صاحبك على الشات أو على الواتساب، فما عليك غير إنك هتكتب زي ما أنا هكتب كده، وتعامل مع شات جي بي تي على إنه بالفعل واحد صديقك. يعني أنا هكتب له، هقول له مساء الخير يا صديقي، فهو بيرد عليا زي ما انتم شايفين، بيقول لي مساء النور، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ طيب خلونا نفتكر مع بعض كده، نرجع لورا شوية ونشوف احنا بنبدأ كتابة السيناريو ازاي. لو انتم فاكرين في الكورس اللي احنا خدناه على يوتيوب، اول حاجة احنا بندور عليها هي الفكرة. طيب هل ممكن الاستاذ شات جي بي تي يساعدنا ان احنا نلاقي فكرة فيلم او مسلسل؟ هنجرب. رد عليا بيقول لي بالطبع، هل لديك نوع معين او موضوع ترغب في استكشافه في الفيلم، ام ان هناك فكرة اولية تدور في ذهنك يمكنني مساعدك في تطويرها؟ يعني هو بيقول لي انت عندك فكرة عايزني اساعدك واطورها، ولا انت عايز فكرة من الاصل؟ فانا هجرب اقول له اريد منك فكرة. ما تيجوا نسأله على قصة فيلم رعب او فكرة فيلم رعب مثلا. اريد منك فكرة فيلم مثلا رعب نفسي تكون جديدة ومبتكرة. دي اهم حاجة طبعا. طيب بسم الله ما شاء الله، هو فالح فعلا لأنه كتب فكرة في يعني دقايق معدودة. بيقول لي عامل عنوان مؤقت للفكرة اسمها المرآة السوداء. طيب هو الراجل اجتهد وعمل لنا فكرة رعب نفسي عن محقق، أو بثقافتنا احنا العربية يعني نقول ضابط شرطة مثلا أو وكيل نيابة بيحقق في قضية اختفاء ست اسمها سلمى. لما بيبدأ يعمل تحريات عنها بيكتشف ان سلمى دي كانت مغرمة بجمع المرايات القديمة، المرايات الأثرية او اللي ليها تاريخ. مع الوقت نادر اللي هو المحقق بيلاقي مرآة قديمة كانت بتقص سلمى، يبدأ يبص في المراية فتبدأ تحصل له هو نفسه كوابيس. طبعا يا جماعة يعني الفكرة هي يعني بذرة فكرة، ما نقدرش نقول عليها فكرة متكاملة، لكن هي بذرة لفكرة نقدر احنا ناخدها ونطورها ونحسنها ونكتبها بجونا احنا العربي او جونا المصري ونحولها الى فيلم سينمائي. لكن يبقى اهم حاجة في الموضوع انه شات جي بي تي يقدر يساعدنا في كتابة السيناريو وفي كتابة اهم واصعب مرحلة في كتابة الفيلم او المسلسل، وهي البحث عن فكرة.
طيب ما تيجوا نجرب نشوف نسأله عن فكرة تاني. طيب بيكتب اهو زي ما انتم شايفين، برضو عامل عنوان مؤقت اسمه الرسائل المفقودة. طبعا سيبكم من العناوين اللي هو بيعملها تحسوا ان هي مترجمة ترجمة جوجل، بس احنا العنوان بتاعنا يعني هنغيره بعدين. تدور القصة حول ايه؟ ليلى امرأة شابة في اواخر العشرينات، تعمل كعاملة بريد في مدينة صغيرة، تعيش حياة روتينية وهادئة، لكن لديها هواية سرية هي جمع الرسائل التي لم تصل إلى أصحابها لأسباب مختلفة. عناوين خاطئة، تغيير السكان، رسائل قديمة لم يعد يمكن تسليمها، والاحتفاظ بها في صندوق خاص في منزلها. يعني الست ليلى دي بتشتغل في البريد، وعندها هواية إن هي الرسائل اللي ما بتوصلش لأصحابها تجمعها وتشيلها عندها في صندوق في بيتها. في رسائل في البريد ما بتوصلش لاصحابها لاسباب مختلفه، ممكن الراجل بتاع البريد يلاقي العنوان غلط، او يكون العنوان مكتوب بشكل مش دقيق فما يعرفوش يوصلوا له، او انه يروحوا العنوان فعلا والعنوان صحيح بس ما يلاقوش الشخص اللي الرساله مبعوته له، وبالتالي الرسائل دي ترجع لمكتب البريد تاني. ده عرف متبع ومعروف في البريد في اي مكان. فالست ليلى هوايتها تاخد الرسائل دي تشيلها في صندوق عندها. في أحد الأيام تجد ليلى رسالة غير معتادة بين الرسائل المفقودة، إنها رسالة حب قديمة تعود إلى أكثر من 50 عام، مكتوبة بخط اليد أنيق وتفوح منها مشاعر صادقة. الرسالة لم ترسل قط، لكن ما يشد انتباه ليلى هو أن المرسل قد كتب عنوان منزلها الحالي على الظرف. يعني هي بتقلب في الرسائل القديمة فلقت رسالة لفتت نظرها، فتحت الرسالة لقيتها رسالة حب وغرام وهيام، ويبدو ان فيها مشاعر صادقه من اللي كاتبها. يعني ما يلفتش نظرها ده، اللي يلفت نظرها ايه بقى؟ ان العنوان اللي مكتوب على الظرف الخاص بالرساله دي هو عنوان البيت اللي ساكنه فيه ليلى حاليا. تبدا ليلى في قراءه الرساله وتكتشف قصه حب ملحميه بين شاب وفتاه في زمن مضى، قصه لم تكتمل بسبب ظروف غامضه. بدافع الفضول والرغبه في معرفه نهايه القصه تقرر ليلى البحث عن المرسل او المرسل اليه. يعني هي لما بتكتشف انه قصة الحب اللي بتعبر عنها الرسالة دي كانت بتدور بين شخصين، ولد وبنت، البنت كانت ساكنة في نفس المكان اللي هي ساكنة فيه حاليا، فبيبدأ الفضول ياخدها وتقرر انها تبحث عن المرسل او المرسل اليه، يعني اللي كاتب الرسالة وبعتها او اللي الرسالة مبعوتها له. خلال رحلة البحث تتعرف ليلى على أشخاص من ماضي المدينة وتبدأ في الكشف عن أسرار قديمة، كما تلتقي بعمر حفيد الشخص الذي كتب الرسالة. عمر هو رجل هادئ ومنطوي يعمل ككاتب ويعيش بمفرده، وقد تأثر عاطفيا بعد معرفته بقصة جده التي لم يعرف عنها شيئا. بينما يعملان معا لاكتشاف ما حدث للحب القديم الذي لم يكتمل، تبدأ مشاعر جديدة بالتطور بين ليلى وعمر، لكن على الرغم من قربهما المتزايد يبدو أن هناك شيئا يعيقهم. في النهاية تكتشف ليلى وعمر سر الرسالة القديمة. جده كان يخطط للهرب مع حبيبته لكنهما فشل في النهاية بسبب معارضة عائلية. ليلى وعمر يقرران عدم السماح للتاريخ بأن يعيد نفسه، ويختاران أن يواجها مخاوفهما ويمنح الحب فرصة حقيقية، متحدين العوائق التي تقف أمامهما. هذه الفكرة تعتمد على الدمج بين الماضي والحاضر مع تقديم قصة حب جديدة مستوحاة من قصة قديمة، مما يمنح الفيلم بعدا إضافيا من العمق والرومانسية. ما رأيك؟ هنا شات جي بي تي مديلك اختيارات، مديلك هتلاقي علامة الميكروفون دي. إليك فكرة لفيلم رومانسي جديدا ومبتكرا. انت لو مش عايز تقرا، عنوان مؤقت الرسائل المفقودة. لو مش عايز تقرا اللي هو كاتبه بتدوس على علامة الميكروفون دي فبيقراها لك بصوت.
رومانسي جديدا ومبتكرا. عنوان مؤقت: الرسائل المفقودة. القصة الأساسية: تدور القصة حول ليلى، امرأة شابة في أواخر العشرينيات تعمل كعاملة بريد في مدينة صغيرة. تعيش حياة روتينية وهادئة، لكن لديها هواية سرية: جمع الرسائل التي لم تصل إلى أصحابها لأسباب مختلفة. عناوين خاطئة، تغيير السكان، رسائل قديمة لم يعد يمكن تسليمها، والاحتفاظ بها في صندوق خاص في منزلها. في أحد الأيام تمام كده. لو انت عايز شات جي بي تي يقرا لك الفكره، ما انت مش عايز تقراها كتابه يعني، فهو يسمعها لك بصوته. العلامه دي اللي انا عليها دلوقتي، اللي هي علامه الصفحتين المتوازيين دول، دي انت بتاخد كوبي، يعني بتاخد كوبي من اللي هو بعته لك، تنزله عندك بقى على الوورد او في اي مكان. العلامه اللي انا دوست عليها يا جماعه دي، انت بتدوس عليها لما تكون بتقول له لا اديني فكره تاني، وبالفعل بدأ يبعت لك فكره جديده. العلامه دي معناها ان الفكره مش عاجباك. طب لو دوسنا عليها كده، هيدي لك اختيارات علشان تقول له انت مش عاجباك ليه، يعني ايه السبب اللي خلاك مش معجب بالفكره دي. تمام. طيب، ما تيجوا نجرب ان احنا نقول له يكتب لنا فكره في سطرين علشان نطلع منه بسطر ذهبي اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده. نجرب. طيب بنقول له ارجو كتابه فكره مسلسل تشويقي به إثارة وجريمة غامضة، يكون مبتكر وجديد، على أن تكون الفكرة في 3 سطور فقط. يا سلام، أهو بعت لنا فكرة في 3 سطور. مجموعة من الأصدقاء المقربين يتلقون رسائل مجهولة تحتوي على أسرار مظلمة عن كل واحد منهم، أسرار لم يشاركها أحد قط. تنقلب حياتهم رأسا على عقب عندما يكتشفون أن هذه الرسائل مرتبطة بجريمة قتل حدثت قبل 10 سنوات لم تحل بعد، يعني الجريمة ما اتحلتش لغاية دلوقتي. يبدأون بالتحقيق لكشف المرسل، لكن كلما اقتربوا من الحقيقة كلما اكتشفوا أن القاتل أقرب إليهم مما كانوا يتوقعون. طبعا الفكرة دي جميلة الحقيقة، لكن هي بتفكرني بفكرة مسلسل أنا كنت شفته من فترة اسمه الصندوق. الصندوق موجود على شاهد، أظن أنا شفته على شاهد. بيتكلم برضو عن مجموعة أصدقاء بيجي لهم بوكس فيه هدايا وحاجات كده وفيه رسائل، وبدأوا يتحركوا ورا المرسل بتاع البوكس ده لغاية ما يكتشفوا إن فيه جريمة ورا الموضوع. معرفش بقى هو هل شات جي بي تي واخد فكرة قريبة من مسلسل الصندوق على اعتبار إن الأفكار كلها في الآخر من منبع واحد، ولا مؤلف الصندوق هو اللي كان بعت قبل كده لشات جي بي تي وقال له ابعت لي فكرة فبعت له الفكرة دي فعملها، الله أعلم. لكن ما يعنيني في الموضوع ان احنا دلوقتي عندنا صديق فالح ومحترم زي ما انتوا شفتوا وشاطر جدا، بنكتب له الرسالة بيرد علينا فورا. فده بالنسبة لكاتب السيناريو كنز، خاصة في مرحلة البحث عن أفكار. فليه ما نجربش ان احنا نكتب فكرة فيلم او مسلسل بمساعدة شات جي بي تي؟ تجربة هايلة جدا، انا شخصيا هجربها. خلونا نتفق على انه شات جي بي تي ده ما هوش انسان بالتاكيد، يعني هو مش انسان قاعد على اللابتوب زي ما انا قاعد وبيرد عليا. ده سيستم ذكي، سيستم برنامج كمبيوتر ذكي
هو عنده كمية معلومات ضخمة جدا، فأي حاجة أنت بتسأله عنها بيكون عنده رد عليها فبيبعت لك. وبالتالي كل الأفكار اللي هيبعتها لك ممكن تكون أفكار حلوة، لكن يظل عالق فيها إن هي أفكار ما كتبهاش إنسان. يعني يظل فيها لمسة الآلة، لمسة إنه ده سيستم مبرمج، ما هوش بني آدم بيفكر. عشان كده ما تاخدش الأفكار من شات جي بي تي وتبدأ تشتغل عليها على طول، لا، لازم تعدل فيها. يعني خد منه عنصر وهو بيديك بذرة الفكرة، اعتمد انت بقى على نفسك وطور البذرة دي وخليها فكرة إنسانية، ضيف عليها انت من خبراتك ومن الحاجات اللي انت اتعلمتها في كتابة السيناريو، وحولها إلى فكرة فيلم أو مسلسل تكون قوية بجد. ويبقى هو دوره انه يساعدك في أول خطوة، ان انت تايه يا عيني ومش لاقي أفكار، فهو عنده نهر أفكار زي ما انت شفته. اي مجال هتبعت له، انا عايز فكره فيلم او مسلسل رومانسي هيرد عليك، فكره مسلسل رعب هيرد عليك، فكره مسلسل جريمه واثاره وتشويق هيرد عليك. خد الماتيريال اللي هو بعته ده واعتبره ماده خام، انت هتعيد الشغل عليها، هتشتغل عليها من جديد. وابدا سرش وابحث عن حاجات تكون شبه ده اتعملت عشان تبعد عنها وتعمل انت حاجه مبتكره. هو برضو شات جي بي تي مهما قال لك ان الفكره دي مبتكره، هو مش هيعرف يحكم عليها زي ما انت هتحكم، لان احنا اللي بنشوف المسلسلات مش شات جي بي تي بالتاكيد. فلازم ناخد منه الماتيريال ونشتغل عليه، نعيد تشكيله من جديد، ما ناخدوش باعتباره طبخه جاهزه ديليفري. احنا مش طالبين غدا من مطعم هيجي فهنفتح الاوردر ونبدا ناكل، لا، احنا بناخد ماده خام ونبدا نصنعها احنا بطريقتنا، ونضيف عليها من افكارنا، نضيف عليها الرساله اللي احنا عايزين نوصلها من خلال الفيلم او المسلسل. لازم ده يا جماعه، لازم يكون انت ليك بصمتك على الافكار اللي هيديها لك الذكاء الاصطناعي. عشان صدقني لو انت استعنت بالذكاء الاصطناعي وكملت وراه على طول من غير ما تعدل، حتى لما الشغل ده هيتنفذ الناس شويه ممكن تنفر منه. تنفر منه ازاي؟ هتحس انه الموضوع مش طبيعي، ان الموضوع في مكنه هي اللي صنعته في الاصل. المولود مولود مش طبيعي، مولود مشوه، عامل زي الطفل اللي نازل بعيب خلقي. فانت تاخد الجنين ده اللي مولود، تبدأ تشكل فيه وتعيد تشكيله وتظبطه وتكتبه بلغتك وبطريقتك وبأفكارك علشان يطلع معاك حاجة كويسة جدا. وتبدأ بعد كده الخطوات. انت لو مسكت الفكرة انت عارف هتعمل ايه بعد كده. بعد الفكرة هتبدأ تبني الشخصيات، بعد ما تبني الشخصيات هتبدأ تعمل معالجة سينمائية أو درامية لو كان فيلم أو مسلسل، وبعدين هتبدأ تعمل تتابع للمشاهد، وبعدين تبدأ تكتب المشاهد. في كل الأحوال مهما كانت نتيجة اللي بعتهولك شات جي بي تي، فأنت معاك صاحب فالح فعلا بيساعدك بإخلاص وبيديلك كل اللي عنده. فليه ما نستفيدش بيه؟ لازم نستفيد بيه، بس نستفيد بيه بطريقتنا، نخليه يدينا ماتيريال واحنا نعيد تشكيله من جديد. تمام؟ أنا شخصيا لو كتبت فيلم أو مسلسل بمساعدة شات جي بي تي مش هيكون عندي حرج ان انا اكتب على التتر بتاعه انه العمل ده تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. مفيش ما يسيء ليا في الموضوع يعني، لان الموضوع مشروع وشات جي بي تي ده وسيلة مساعدة في كل المجالات. لكن زي ما قلت لكم احنا محتاجين نحط اللمسة الإنسانية بتاعتنا علشان اللي هيشوف عملك بعد كده يحس بالإحساس البشري ده، ما يتصدرلوش انه العمل مكتوب بشكل آلي. انتوا بتشوفوا مثلا الفيديوهات اللي معمولة بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، لما يجيب مش عارف عبد الحليم يغني لعمرو دياب، ام كلثوم تغني لفاطمه عيد، الحاجات اللي انتوا بتشوفوها على السوشيال ميديا. بصوا على شكل الشخصيه اللي بتتكلم، هو صورته هو وشكله هو وصوته هو، لكن تحس ان هو روبوت مش بني ادم.
تحس ان آلة هي اللي بتتكلم. عشان كده ده هيبان في عملك لو انت سبته زي ما هو او خدته كما ارسل من شات جي بي تي ورميته في عمل. لا، احنا هناخد منه اللي احنا نعرف ناخده، ونبدأ نشكله ونعيد تطويره وكتابته علشان يبقى عمل يليق بينا. تمام؟ خلونا نتفق انه التجربة دي محتاجة تفاعل منكم، محتاجة تفاعل منكم. بمعنى بعد ما تشوف الفيديو فورا ادخل على وصف الفيديو، هتلاقيني سايب لك اللينك، هيفتح معاك اللينك بالشاشة اللي انت شفتها. اعمل تسجيل عليه بالايميل بتاعك بتاع جيميل، وادخل وابدأ ابعت لشات جي بي تي وهيرد عليك. في حالة انت صادفت اي مشكلة ممكن تبعت لي وانا هرد عليك واقول لك تحلها ازاي. لكن اللي هيبعت بعد كده رجاء، اللي يبعت سطر ذهبي، يعني فكرة مكونة من سطرين او 3، انا هقراهم حتى عشان تسهل عليا ان انا ارد عليك بسرعة. اشكركم، وان شاء الله هنلتقي كل اسبوع، هنعمل تجربة مختلفة مع شات جي بي تي او ذكاء الاصطناعي علشان يساعدنا في مرحلة من مراحل كتابة السيناريو. شكرا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، بتمنى لكم كل الخير، والى اللقاء قريبا ان شاء الله.